ماذا حدث أو ماذا يحدث. يقول حفيظ دراجي في المنشور تاعو أنه التنظيم كأس إفريقيا للأمم القادم تاع 2025 راح يكون لبوسبير، وبعد بوسبير هناك بلد آخر، وبعده في 2029 ستنظمه الجزائر. طبعا هذا القرار يقول حسب ما فهمنا من المنشور تاعو، وانا حدثته وكلمته بالهاتف، قال لي لا هذه هي الحقيقة، قال لي أنا أقول لك الحقيقة. وحقيقة هو إنسان عنده مصداقية ومعروف إعلامي عنده مصداقية. فالموضوع صادم. لماذا؟ صادم مش لنا احنا كجزائريين، لأننا احنا متوقعين كلش من بوسبير. قبل أيام قليلة قرأنا خبر عن فضيحة في قلب المخزن تتعلق برشاوى كانت تعطيها أو يعطيها المخزن والمخابرات البوسبيرية، مخابرات بوسبير كانت تعطي أموال لنواب في البرلمان الأوروبي، رشاوى تتعلق بقضية الصحراء الغربية. والموضوع تم الكشف عنه في الصحف البلجيكية بالدرجة الأولى، وفي الكثير من الصحف العالمية الأوروبية نتكلموا عليها. بعد ذلك ناقشته الصحف وناقشنا احنا في الإعلام الجزائري باش ما يفتروش علينا الكذب، لأنهم يقول لك هذه فرية، هذه كذبة ولا إشاعة الجزائريين خرجوها. لا، الموضوع موجود فعلا. كان رشاوى كانت المخزن وكان يقدمها السفير ومتهم الآن في دائرة الاتهام، السفير تاع بوسبير. أنا كي نقول بوسبير نقصد المروك، الناس اللي ما يعرفونيش نوضحوا لهم الصورة هذه. فالسفير تاع بوسبير كان يقدم رشاوى ل 15 نائب. السفير في بولندا، السفير تاع بوسبير في بولندا هو اللي كان موكل وكان يقدم هذه الرشاوى من أجل قضية الصحراء الغربية في الاتحاد الأوروبي. فالآن دبلوماسية الرشاوى امتدت ومشات إلى الرياضة. بوسبير لسنة 2015 في منتصف الطريق قطعوا الطريق على كأس إفريقيا للأمم، وقالوا ما راناش جاهزين. قدموا الملف تاعهم وتم قبول ملفهم، وبعد في منتصف الطريق قال لك ما راناش جاهزين باش ننظموا كأس إفريقيا للأمم. لا تتذكروا يعني من المفروض أنه يعني بلغة المنطق، بلغة الدبلوماسية، بلغات كثيرة يفترض أنه تراجع دائما الحسابات مع بلد يسلك سلوك كهذا. تخيلوا مثلا أنه بلادنا قالت ننظم لكم الكأس والضيوف خلاص يجهزوا نفوسهم وتبدأ لاكاف تبدأ تخدم، ومن بعد الجزائر في نص الطريق تقول لهم مانيش قادرة على تنظيمها. هكذا فعلت بوسبير في 2015 ودون أن تدرس الملفات. ما درسوهاش، يعني الجزائر قدمت الملف تاعها والكثير من دول إفريقيا قدمت الملف تاعها دون دراسة الملفات. الآن ما يدور في لاكاف هو تقديم بوسبير، تقديم ملف بوسبير. على أي أساس؟ على أي أساس تقدم بوسبير على الجزائر بلا ما تدرس الملفات؟ ما عندناش ملاعب مثلا اللي نعرفها أنا اللي نعرفها أنه عندنا في العاصمة، هنا في الجزائر العاصمة عندنا ملعب براقي، ملعب بمواصفات عالمية تم ولم يتم تدشينه، يعني هو جاهز. ملعب على مستوى عالي جدا من الروعة. ممكن إذا قدرنا نحطوا صور من ملعب براقي إذا كنا نحطوها أثناء المونتاج، أسامة ممكن يرفق كلامي بصور من ملعب براقي. عندنا ملعب آخر، ملعب تيزي وزو، وهو واحد من أجمل الملاعب أيضا وجاهز. عندنا ملعب وهران وين داروا الألعاب البحر الأبيض المتوسط، ملعب رائع. عندنا ملعب 5 جويلية هنا في الجزائر العاصمة أيضا. عندنا ملعب تاع دويرة، كلها ملاعب ما عدا ملعب 5 جويلية، كلها ملاعب جديدة. في 2022 انتهت الأشغال بها جديدة، كلش في النيلو نتاعو. ملاعب على مستوى عالي جدا من الإتقان وعلى مستوى عالي جدا من الروعة. الخدمات داخل المدن يعني ماذا؟
هل هناك أجمل من مدينة وهران، ولا أجمل من مدينة تيزي وزو، ولا أجمل من العاصمة؟ ما فهمتش أنا يعني على أي أساس تروح أنت مباشرة ترفض الأمن؟ لما تتكلم الأمن في الجزائر ولا الأمن في بوسبير؟ يعني باش خلينا نديروا مقارنات. يعني ما هي الملف نتاع علاش كأس إفريقيا ينظم في بوسبير وما ينظمش في الجزائر؟ على حسب الكلام اللي قالوا خويا حفيظ الراجي. الظاهر أنه كاين لوبي فرنسي متغلغل في الكاف، وراني نتكلم على توتال، شركة توتال الفرنسية، ودورها القذر والنجس في هذا الملف. الناس الخبراء اللي عارفين يحكوا على توتال والتغلغل نتاعها، وراها داخله في ابتزاز الجزائر في هذا الموضوع. اعتقد انه الامر خرج من دائره الرياضيين وراح لدائره الدبلوماسيين والسياسيين. انا اعتقد انه موضوع يتعلق بالدبلوماسيه اكثر مما يتعلق لانه هذا البلاد بوسبير راهم يمشوا في امورهم كلها بالرشوه، ودائما تفضح. احنا كي تجي تشوف ملفاتنا الدبلوماسيه هنا في الجزائر، واش عندنا ملفات دبلوماسيه او الدبلوماسيه النظيفه النزيهه نتاعنا اللي ما تبيع ما تشري. احنا عندنا دبلوماسيه من 1962 الى يومنا هذا، عندنا دبلوماسيه ما تبيع ما تشري. لو كان جات الدبلوماسيه تاعنا تبيع وتشري راه الامر والموقف مختلف تماما. احنا عندنا دبلوماسيه عندها كلمه واحده، القضيه الفلسطينيه، ماشيين في القضيه الفلسطينيه ومعتبرتها من الثوابت. الصحراء الغربيه تعتبرها اخر مستعمره في افريقيا، ومقتنعين تماما هنا في الجزائر باللي مساله نتاع هيئه الامم المتحده ما نبيع ما نشري. كنا قادرين نبيعوا ونشروا مع بوسبير عادي، كان قادر حكام الجزائر يروحوا لبوسبير ويقسموها بيناتهم، وكان الحسن الثاني موافق على هذا الحل وعرض هذا الحل، مش كان موافق لانه هو اللي عرض، كان يريد ان يساوم وحب الجزائر تقسم معها الصحراء الغربيه، قال نقسموها ونديروا لكم منفذ من هي وخلاص، وخلينا هذو ناس راهم ضعاف وما عندهم حتى قوه، خلوا عليهم نحقروهم. وما مشاتلوش الجزائر في هذه، لانه الجزائر عندها مبادئ ثابته. احنا يعني في الاخير احنا واش كسبنا من ملف تاع الصحراء الغربيه؟ ماذا الشيء اللي اكتسبته الجزائر من هذا الملف؟ ما هو؟ ما عندناش لا ماديه لا، ولكن معنويه نعم، عندنا فائده معنويه اننا بلد عنده مبادئ وعنده أخلاق. شعب كان مستضعف، شعب حارب الاحتلال الإسباني، طرد الاحتلال الإسباني، يحب يدي الأرض نتاعو، وجا ليه الحسن الثاني كما دار معنا احنا في حرب الرمال، قال أعطوني أرضي ليست أرضه، ووقعت مقاومة من أهل الأرض، أبقى على خير. إلى هنا انتهى الحديث. إذا هيئة الأمم المتحدة مشات الأمور للتصويت أو كان أي طريقة من الطرق اللي أثبتت بها الأمم المتحدة أحقية بوسبير على الصحراء الغربية، مبروكين عليهم. هذا هو موقف الدبلوماسية الجزائرية. أنا عمري مش أنا حكيت حتى مع شخصيات دبلوماسية وشخصيات سياسية وشخصيات إعلامية كبيرة في هذا الموضوع. هذه وجهة نظر الجزائريين. من المفروض